الركلة الأولى في النهائي أمام الهلال على أغلى الكوس، وقال سيكون صاحب التنفيذ الأول. الركلة للوحدة من جانب بوقال أمام عبد الله المعيوف. الركلة الأولى دائما مهمة، وقال والمعيوف صدها المعيوف. نعم، راعي المعروف يتألق، المعيوف يتعملق، يصد الركلة ويرد الجميل لمشجعي الهلال اللي كانوا يرددون صوته منذ أن اقتربت ركلات الترجيح. عبد الله المعيوف في كاريو، أندري كاريو، منير محمدي حارس المرمى المتألق في هذه المباراة، وكاريو على تنفيذ الركلة الترجيحية الأولى للهلال. كاريو حطها، محمد يتألق، نعم منير يتألق في صد الركلة، يا الله، ركلة بأخرى. أو تستمر المحاولات بين الفريقين للوصول لهدف في ركلات الترجيح. هذه الركلة الوحدوية الثانية في المرمى، نعم، الوحدة يسجل، الوحدة يتقدم في ركلات الترجيح على يسار المعيوف. نجح الوحدة في أن يسجل. سيكون التنافس كبير بينهما. يقال له أمام محمدي النيجيري والمغربي، يقال له المحمدي، قال له حتى محمدي صدى في ذات المكان، في نفس المكان، تألق غير عادي للحارس المغربي معيوف. وعلى حجي ترقب وانتظار، حجي والمعيوف، حجي حطها، صدها المعيوف، نعم صدها عبد الله المعيوف، يا الله، أي سيناريو هذا. المتألق ترقب وانتظار، صالح الشهري ومحمدي، صالح حطها قوية وجميلة وفي المرمى. صالح الشهري يسجل بضربة قوية جدا في اللقطة الماضية، رائعة جدا من جانب صالح الشهري، رائعة اللقطة. وانسلمو على كل حال، دوارتي على تنفيذ ركلة ترجيحية وحدوية أمام عبد الله المعيوف. عاد إلى خارج منطقة الجزاء تقريبا أو على القوس. انتظار وترقب أمام هذه الركلة. قلب الدفاع أمام حارس المرمى، دوارتي حطها روعة في المرمى، سجل الوحدة من الركلة الرابعة ليتقدم 2-1 في هذه الأثناء. سجل دوارتي هدف. مصعب الجوير اللي ضيع في المباراة ركلة جزاء سينفذ في هذه الأثناء ركلة جزائية أمام منير محمدي. الجوير محمدي، الجوير حطها في المرمى من مصعب الجوير، حطها بثقة كبيرة مصعب الجوير سجل هدفا هلاليا. الخبرة والشخصية والعديد من البطولات لعبد الله المعيوف في الهلال. الآن فجر أمام المعيوف، الركلة الخامسة الوحدة، فيصل فجر والمعيوف، فيصل حطها روعة في المرمى، سجل فيصل فجر هدف الوحدة 3 وركلة خامسة ناجحة واقتراب أكثر. شوف الكورة بروعة كبيرة من جانب فيصل فجر على يمين المعيوف، بروعة كبيرة من فجر على يمين المعيوف، لتكون الركلة القادمة للحمدان. الحمدان الذي أضاع بعض الفرص الخطيرة أثناء المباراة القريبة وداخل منطقة الجزاء، لم يوفق في استغلالها، لكن حيي بصراحة على الشخصية انه رغم اضاعة العديد من الكرات عنده الشجاعة في تنفيذ ركلة ترجيحية. الحمدان ومحمدي، هل هي حاسمة؟ حمدان حطها، يعيد الهلال، ليس بعد، لم تحسم بعد، بقي الهلال ولا زال يقاتل الفوز باللقب. لنذهب إلى ركلة بأخرى ويستمر الصراع بين الفريقين للفوز بأغلى الكؤوس. الحمدان أي ثقة لديه وأي شجاعة رغم إضاعة. تمر المباراة، ترقب ومحاولة للعودة للهلاليين من جانب ناصر محمدي في المرمى، ناصر حطها في المرمى، الدوسري سجل من خلالها. يبقى اللقطة أمام المعيوف، ناجعي والمعيوف للوحدة في هذه الأثناء، حطها بروعة كبيرة. النجعي يسجل للوحدة ويقرب الوحدة أكثر. النجعي يسجل، والفرصة الأخيرة جدا في الجوهرة المشعة. وترقب من المشجعين في هذه المباراة. الركلة القادمة بين سعود عبد الحميد
ومنير محمدي. سعود ومنير محمدي، انتظار، حطها عبد الحميد بروعة في الشباك للهلال. سجل سعود عبد الحميد الركلة، والفرصة لركلة أخرى، والليلة تطول أكثر والمعركة تستمر. سعود حطها بروعة كبيرة بصراحة، بروعة كبيرة من جانب سعود عبد الحميد. ثقة من جانب سعود، وحط الكرة على يسار محمد لعلي مكي أمام المعيوف. ترقب وانتظار مكي والمعيوف، مكي والمعيوف، حطها في المرمى مكي. جانج يون سو، منير محمدي، جانج يون سو ومحمدي، ركلة ترجيح حاسمة، حاسمة، جاك حطها في المرمى. تبقى الليلة الكبيرة ويبقى الكأس أو تبقى القادمة. عمير كردي الهلال السابق أمام المعيوف في هذه الركلة. كردي ومعيوف، حطها كردي في المرمى. كان تنفيذها الغامدي والمعيوف. ركلة وحدوية أخرى في هذه المباراة النهائية. ترقب وكرة، صدها المعيوف. نعم نعم، صدها المعيوف واقترب الهلال. صدها المعيوف. لا أعلم إذا تلاشت أحلام الوحدة. الركلة القادمة حاسمة لهذه الكأس، تعني نهاية كل شيء في هذه الليلة، تعني فوز الهلال باللقب. من سينفذها؟ المعيوف نفسه. المعيوف يحب أن يكون هو بطل هذه الليلة. المعيوف محمدي، المعيوف محمدي، راعي المعروف، راعي المعروف يحقق الكأس الملكية للهلال. نعم، عبد الله المعيوف، عبد الله يسجل الركلة الأخيرة. يا لقساوتها الكورة، يا لقساوتها على الوحدوية.